السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى مشتريات مدرسة تاني، بس ايه، قلت هعرضها معاكم. بس دي اصلا مش بتاعتي، عشان ابقى صريحة معاكم، ما تخصنيش يعني، بس لا، هي بتاعت حد يخصني طبعا وعزيزة على قلبي جدا. دي تبع اختي. بس زي ما برضو السنة اللي فاتت برضو عرضتها معاكم، بس كانت المشتريات يعني المشتريات بتاعت اختي. كنت كل حاجة كنت بفصلها لكم عن بعض، يعني اقول لكم دي مثلا للاولاد عندي، دي للاولاد عندها. المرة دي هي طبعا، بس لسه الكتب، يعني في كتب عندي وعندها لسه ما جبتهاش ان شاء الله. طبعا الطلب مني في الكومنتات ان انا لما ان شاء الله الكتب كده يعني اجيبها اعرضها برضو معاكم. فاكيد ان شاء الله هعرضها لكم، وهعرض لكم كمان العام والازهار ان شاء الله على خير. وبس لسه في كتب ما نزلتش، اللي هي عشان انا طبعا بنتي ثالثه اعدادي، فلسه في كتب ما نزلتش، فقلت هستنى شويه واجيب الكتب كلها ان شاء الله على بعضها. فكده هعرض معاكم كده برضو المشتريات دي، هي دي صغننه بس فيها حاجات كتير على فكره. فان شاء الله كده ايه، هنعرض مع بعض كده يعني الحاجات كده حاجه حاجه. دي دستة كراسات. دي الدستة عاملة 90. انا جبت من برضو من نفس المكتبة اللي جبت منها ليا. يعني هي بصراحة يعني حلوة طبعا، هي بتاعت واحدة قريبتنا، فاللي هي بصراحة يعني ايه اسعارها حلوة، وطبعا بتكرمنا برضو في السعر. فبصوا اشكالها برضو ما شاء الله حلوة قوي. دي قلت الدستة عاملة كام؟ 90. وبالنسبة للأقلام جبت لها برضو اللي هي الأقلام دي أقلام ألوان اللي هي الجاف، بس مش برونز، واللي هي بصوا يعني ايه سادة، أقلام جاف عادية جدا ب35 جنيه. انا عايزه اقول لكم ان الحاجات بسم الله ما شاء الله، يعني هي كانت دي مش الحاجه كلها اللي هي طالباها برضو بصراحه، اختي هي طالبه حاجات تانية. بس ما شاء الله معظم الحاجات خلصت. يعني اقلام السبوره خلصت، دي الحمد لله ان انا لحقتها اصلا، ما كانش مش فاضل منها غير واحده. فربنا يوسع رزق الجميع يا رب ان شاء الله. دي بقى الالوان الخشب، دي عامله 20 جنيه. انا كنت برضو جايباها عرضها معاكم، كنت جايبه التلاتة كانوا ب60. وجبت اللي هي طبعا هي مش عايزه الاقلام الكلوريكتور اللي انا عرضتها معاكم المره اللي فاتت اللي هي الشريط. فدي عايزه اللي هو العادي دون اللي هو الحجم الصغير ب8 جنيه. هو في احجام تانية اللي هي الاكبر، بس كان متوفر، هو ده اللي كان متوفر، فقلت طبعا حلو يعني ايه، برضو بيبقى شغال وكتير. هي بالمحافظة والله، يعني انا عايزة زي ما قلت لكم من الفيديو اللي فات، ان اللي بيحافظ على الحاجة تمام بتقعد. يعني انا عندي النوع اللي بيحافظ والنوع اللي ما بيحافظ. فحرفيا يعني عايزة اقول لكم ما شاء الله، يعني بنتي الكبيرة محافظة على الشنطة بتاعتها، هتاخدها برضو اللي هي بنتي الصغيرة. والشنط برضو لما اجيب لابني برضو يعني هعرض معاكم برضو الشنط ان شاء الله لما اجيبها. وان شاء الله برضه هقول لكم على الاسعار، وزي ما اتفقنا حاولي على قد ما تقدري الحاجه اللي موجوده عندك، يعني مشي بيها نفسك طالما هي حلوه لسه قاعده كويسه، حرام ان انت تشتري جديد وانت موجود عندك. يعني حاولي انت برضه تقنعي اولادك ان انتوا لازم تحمدوا ربنا، تبصوا ان انتوا الحمد لله عندكم، وانكم انتوا راضيين، لازم يرضوا بالحاجه اللي عندكم يبقى انا ممكن اجيب لكم حاجه تانية تستفادوا منها وتبقى انضف، لان الحاجه مش رخيصه دلوقتي، يعني حرفيا الحاجات دلوقتي بقت معديه. يعني انتوا الشنطين الصغيرين اللي انتوا شفتوهم دول، يعني هنحسبها مع بعض هنلاقيه مبلغ. فلا طالما انت كده، لا، او عن تجربه، قلت لكم عن تجربه، لا يعني الحاجة ممكن بدل ما اجيب الحاجات كلها جديدة وخامة مش حلوة، لا انا ممكن اجيب اللي موجود او اللي ناقص، يعني الموجود خلاص يسد معايا، واللي ناقص اجيبه خامة نظيفة تعيش معاهم السنة كلها، بدل ما اجيب خامة مش نظيفة وحرفيا هتلاقيها مفيش يعني، اللي هي ايه، اول اسبوع وتلاقيها بدأت بتهلك معاك ازاي ما تعرفيش، مع ان انت دافعة فيها فلوس. بس لا يعني انت لما استنضفتي الحاجة عاشت معاكي. في حاجات حاولي على قد ما تقدري ما تسترخصيش فيها، لان هتكلف معاكي اكتر. هترجعي تشتري تاني وانت لسه مشترياها جديدة، هتلاقي نفسك بتشتري تاني فبتكلف معاكي اكتر. فحاولي على قد ما تقدري احسبيها صح، طلعي الحاجة اللي عندك، شوفي انا عندي واحد اتنين تلاتة، خلاص دول كده تمام مش هجيب منهم. وتقعدي مع الاولاد وتتكلمي معاهم، انتوا عندكم الحاجات دي تمام كده، خلاص يبقى انا نجيب بقى الحاجات بقى ايه التانية اللي محتاجينها اكتر بقى، ونشوف إيه يعني. حاولي تقعدي معاهم ودخليهم معاكي كده ايه، يعني في المشتريات، وبحيث ان هم برضو يبقى عندهم خلفية ان الاسعار والدنيا مش سهلة ومش رخيصة. فحاولي كده على قد ما تقدري كده ظبطي معاهم الدنيا، وان شاء الله ربنا يا رب يعيننا جميعا.
وجبت ايه تاني، اقلام، اللي هي الاقلام دي اللي هي تلاتة، كانوا تلاتة احمر وتلاتة اخضر وتلاتة اسود. ده القلم الواحد عامل 5 جنيه. ده اللي هو الاقلام اللي هي الروتو. طبعا الروتو لا نضيف جدا يعني، حلو قوي. فانا عايزه اقول لكم بقى ان انا اتفاجئت ان الاقلام الرصاص طلعت بقت اغلى من الجاف. انا معرفش ليه، هو احنا على ايامنا الايام اتبدلت الحمد لله. والاقلام الرصاص برضو 3 دول عاملين 10 جنيه الواحد، عشان جبت اللي هو النوع النضيف اللي هو الفيبر كاسل. فلا قلت لها يعني ايه، حاولي على قد ما تقدري كده، اللي هو لا انا عايزه نوع نضيف عشان الاولاد ايه ما شاء الله يعني، في ثانيه بتلاقي القلم اتقصف وما شاء الله وتبري ويخلص بسرعه. فحاولي برضو تستنضفي في الاقلام الرصاص. اولا بيفرق في الخط لو جبت الاقلام الرخيصه، يعني غير انه بيتقصف بسرعه، انت هتلاقي كمان خطه خفيف مش تقيل. انما القلم لما يبقى نضيف، القلم بتلاقي خطه حلو تقيل، فطبعا بيقعد معاه اكتر، ما يقعدش يدوز جامد ولا يعمل. فطبعا اللي هو ايه، مش هتقعدي تبري يتقصف كل شويه وتقعدي تبري فيه. وجبت كمان قلمين سنون، دول الاقلام السنون دي اللي هي التسعة. ده عايزه اقول لكم كانت اخر قلمين عندها، الحمد لله اني لحقتهم. دول 9، لان دول لاطفال برضو صغيرين شويه، فعلشان خاطر يعني ايه يقعدوا معاهم. السنون التسعة على فكرة بتبقى سنها يعني ايه تخين شوية، يعني مش عارفة هو باين ولا لأ. بصوا، مش عارفة يعني هو، بص بيبقى السن بتاعه تخين شوية. فانتوا اللي هو ايه يعني مع الأطفال أو كده بيستحمل معاهم، ما بيتقصفش بسهولة على فكرة. السنون التسعة دون عامل 18 جنيه القلم. ودي علبة سنون برضو ليهم 9 عاملة 10 جنيه. وجبت بقى اساتيك، جبت برضو هم 3 اساتيك، هي تقريبا الاستيكة ب5 يعني تقريبا. فدي كانت مشتروات بسيطة. هي طبعا لسه في حاجات ناقصة برضو لسه ما جبناهاش، ولسه الكتب طبعا زي ما انتوا طلبتوا مني ان انا اعرضها معاكم. وان شاء الله في فيديو كده قريب هجيب الكتب كلها وهعرضها معاكم ونشوف الاسعار، لان انا سمعت ان الكتب غليت جدا. ده احنا السنه اللي فاتت كان الكتاب 100 حاجه و60 و100 حاجه و80، وكنا حرفيا بنصرخ. انا سمعت ان السنه دي عدت ال200. يعني كتاب، في بنتي سالت على كتاب ليها لقيته ب235، يعني اللي هما لسه ما نزلوش. فحاولت تتاكد لقيت فعلا برضو حد تاني برضو قال لها نفس السعر. فالله المستعان، ربنا يعيننا يا رب جميعا على كل امور بيتنا وكل امور حياتنا. وحاولوا على قد ما تقدروا دبروا الدنيا كده والله، وبرضه بينبسطوا وبيفرحوا. حاولوا تقنعيهم ان الدنيا برضه الحمد لله يعني هنجيب جديد، مش هنجيب يعني، مش هنبطل هنجيب. بس الفكرة ان حاجة موجودة خلاص تمام، يبقى في حاجة تانية نقدر نجيبها برضو تبقى نظيفة، بدل ما تجيبوا حاجة مش حلوة وحاجة تبوظ معاكم بسرعة. واقنعيهم على قد ما تقدروا ان شاء الله. ربنا يعيننا عليهم ويعيننا يا رب جميعا كده على تربيتهم، ونشوفهم من احسن الناس يا رب. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.